سلام عليكم. ايوه ده حقيقي. صوتي لسه زي ما هو. مرجعش اكشلي، انا جالي الانفلونزا اللي هي واضح انها جايه لتلات ارباع الشعب المصري، والباقي بيتعدي من التلات ارباع دوت. فتمام الحمد لله. وبما انه الصراحه كمان العين فلقت الحجر، وواضح ان صوتي هيفضل كده هوت، يعني فاعتبروني مثلا ساندرا نشأت او منى شلبي بتسجل لكم الساوند كلاود في الفتره دي، مع طبعا الفارق. انا قررت ان انا اسجل الساوند كلاود لانه كده احنا واضح انه مش باين لنا اخر، وانطلاقا من مبدأ ان احنا لازم نشيل بعض يا جدعان في وقت الشدة، وانه بما انكم ممثلوا الشعب اتليست بالنسبة لي، فانا قررت ان انا اسجل لكم الساوند كلاود. ومعلش هسيبكم شوية بصوتي اللي هو طبعا رهيب رهيب مثير. وعليه مؤخرا كنت قاعدة مع صديق، وبعدين لقيته بيقول لي انتي مش حقانية يا رحاب. قلت له ليه ده نايا؟ غشيتك وعدتك بحاجة؟ قال لي لا، يعني انتي عملتي كيف تكوني مثيرة للبنات، مفيش حاجة كيف تكون مثير للولاد. الصراحة قلت له لا، كده هتبقى مثير للشفقة، مالك في ايه؟ ما انت زي الفل اهو، كل يوم بتقلب على المرحوم بول ووكر. وانا بدأت اتوتر ببساطة لاني ما عنديش صحاب ولاد امامير خالص اطلاقا، مع كامل احترامي طبعا، وطريقك اخضر ان شاء الله. قال لي لا يا رحاب للاجيال. الصراحة حسيت انه ليه لا، عنده حق. الولاد كمان في منهم اللي بيتقال لهم خلينا اخوات احسن يا علي، بتحصل. في وربنا في اللي مش عارف يثبت وجوده في المجتمع الأنثوي، موجودين. وعليه وعلى الرغم انك اكيد مش محتاج مني نصيحة، بس انا هقولك على كام تكة كده يمكن ينفعوك في المطلق. وعليه هذه هي بعض الخطوات على سبيل السرد وليس الحصر، كذلك للاستخدام الخارجي فقط. واحد، خليك مش مهتم. اي نعم، مش مهتم، لأن المرأة كائن مهتم بطبيعة الحال. وعليه أما تلاقيك مش مهتم ده شيء مستفز، وأما هتستفزها هتستفزك، وكده نبقى بدأنا أول خطوة، أنت موجود. اتنين، في الأول بعد مرحلة عدم الاهتمام شقلب الآية، حاول تفتكر الأيام المهمة بالنسبة لها. النهاردة عندها ميتنج مهم مثلا، مسج حلوة جود لك، هتبدأ هي تفكر إنها قدرت بشكل من الأشكال إنها تغيرك، وعليه هتحس بالانتعاش والثقة. 3، صدر لها إنك تعرف بنات كتير، هتحس من طريقة كلامها إذا كان فارق ولا لأ. يعني غالبا هتبدأ تتعصب عليك وتقولك انت مش ممكن، انت بتاع بنات كلكم كده، حاجة غريبة، وشعر راسها يقف وتقلب حاجة كده زي ذا هالك. لو انت وقعت على واحدة واثقة من نفسها الكلام ده غالبا مش هيجيب معاها قوي، غير بقى لو كانت بدأت تحس حاجة فعليا تجاهك، وانا صراحة ما وعدكش بقصة شعرك دي. 4، انا قلتها مرة للبنت وهقولها لك انت كمان، هات كلب، بس هزود واقولك اتصور معاه كتير، واتكلم عن قد ايه انتوا بتقضوا وقت جميل مع بعض على الشط، ده انت والكلب طبعا. بيجيب هتلاقي عينيها قلبت قلوب وقعدت تقول الله ده عنده كلب مش ممكن. 5، خليك جونتي، اعزمها اما تخرجوا. طبعا ابوك هيقع في الفتره دي جامد يا معلم، والمرتب كله هيخلص، وانا عايزه اقول لك احمد ربنا، انت لو كمان كنت عايز مثلا تعلى طموحاتك شويه وتظبط واحده لبنانيه، كان هيبقى مرتبك انت وابوك و18 من صحابك مش هيكفيها ان شاء الله، فاحمد ربنا. 6، افتكر اي موقف حزين في حياتك واقعد فضفض معاها. المرأة بتحب الراجل اللي ما يخافش انه يظهر مشاعره. كلمها عن العصفورة اللي كانت عندكم وكنت بتقعد تأكلها سوداني وتشربها مية، ما كانش عندكم عصافير هنقول كان عندكم، حصل غير. كلمها عن عمتك اللي توفت وانت كنت بتحبها. ما عندكش عم افضل عشان ما نفولش على حد موجود، ابتكر يا معلم، ابتكر ابتكر ابتكر. 7، كلمها عن أحلامك للمستقبل، اشركها في حياتك بشكل من الأشكال، خليها تحس إنها موجودة. 8 بقى، ابدأ نفض لها ما تتكلم. طبعا هتقولي ان 8 متعارضة مع 7، اقولك اطلاقا، ده اسمه خطة الخداع الاستراتيجي. انت ما هتنفض لها هتبدأ تتوتر، فهتقلق، فهتخاف، فهتتعلق اكتر، غالبا هتكتشف ساعتها انها بتحبك. 9، عديها الشارع. لا هي 9 مين اللي يعديها الشارع حتى لو رفضت، هي ترفض ليه؟ لا عادي، بس هو عديها الشارع من الاخر، عديها الشارع واقفل لها باب التاكسي بعد ما تركب، تمام كده يبقى خلاويص. 10، واخيرا بعد الخطوات دي هتكون خلاص كده يا فالح بالنسبه لها مثير والزوج القادم، انت كده الموضوع منتهي. الفكره بقى، انت اصلا فكرت انت عايز ايه؟ فكرت بعد كلمه النهايه اللي بتتكتب في اخر الافلام ايه اللي بيحصل؟ مش عايزه اقول لك، بس يعني في حاجات غريبه بتحصل. اعتقد ولا اجزم ولكني متاكده انك ما فكرتش، انت كنت بس مبسوط باللي بيسموه الامريكان the thrill of the chase، حماسة وإثارة المطاردة، وبعدين لما تكسب بتكتشف انك مش عارف انت عايز ايه. وعشان كده اعرف الاول بقى انت عايز ايه، وخليك واثق من نفسك، ساعتها بس غالبا هتبقى مثير بالنسبة لها. طبعا ده الى جانب انك تكون شبه حسن الشافعي مثلا which is like
good luck يا مان وربنا يسهل لك ان شاء الله. يلا see you later.